ليه مش عمرو دياب؟ طب ما في بهاء سلطان. عشان كده السؤال صعب، ده سؤال تعجيزي. حضرتك مديني سؤال اجابته مش في الاختيارات اعمل ايه انا؟ ممكن يكون السؤال بتحب مين اكتر، سهل اهو بسيط. طيب جاوب على السؤال، ما تهربش منه. اهرب منه ايه؟ ما انا بقول لك السؤال سهل، ده سهل قوي نجاوب عليه. شيرين ولا انغام؟ هختار ما بين شيرين وانغام. يا ترى مين هي او هو صوت مصر؟ سؤال بقالنا فترة من الزمن محدش عارف يحسمه. واحد يقول لي يعني انت اللي جاي تحسمه؟ مع كامل احترامي يعني اتمنى ان انا اقدر احسمه. الكلام على ان نختار ما بين شيرين او انغام مع حفظ الالقاب طبعا. ماشي، انا هختار ما بين شيرين وانغام، بس قبل ما اختار اللي هنختارها تبقى صوت مصر. هل كل حاجة هتقولها او هتغنيها تبقى بتعبر عن مصر، صوت مصر دولة، ولا مصر دي بلد كبيرة ومتنوعة فوق ال 100 مليون، اكيد ملهاش صوت واحد، لا في اصوات كتير. سؤال، طب هل في اجماع؟ الناس كلها بتقول شيرين او الناس كلها بتقول انغام. ممكن واحد يبقى شايف الاجابة في اجماع، انا شايف الاجابة لا، شايفهم بقالهم كتير بيتخانقوا على الحوار ده، وده يضرب مفك اصلا في السؤال. ممتاز. ليه مش عمرو دياب؟ اعتقد هو اكثر شهرة ونجاح واستمرارية على مستوى الوطن العربي. يقول لك لا اصل صوت مصر، احنا هنا برضو ايه، محتاجين مواصفات صوت معينة تكون اقرب للستايل الطربي وكده وكلك نظر يعني، انت فاهم. طب ما في بهاء سلطان، اظن صوت يعني نادرا لما تلاقي اتنين بيختلفوا عليه. قال لك لا، ما هو برضه اصل ده صوت مصر، فمحتاجين شخصية فنية معينة. بهاء سلطان تحسه يعني ايه، مش مهتم يعني ده مش موضوعه اصلا. ده كلام خطير جدا، لانه بيقول لك ان مفيش حد قدر يحقق معادله يا صاحبي. ممكن نسميها مثلا معادله ام كلثوم. فنرجع نتامل ام كلثوم، تحيرك جدا الست، هتلاقيها صوت عظيم، شخصيه فنيه كبيره جدا، زي ما الكتاب بيقول. عارف الكتاب بيقول مع نجاح ساحق واجماع من اغلب الناس بمختلف ثقافتهم واعمارهم ووظائفهم. حتى عمرو دياب ما عليهوش الاجماع ده. هو المطرب الاشهر، ولكن هو برضه مطرب الشباب، كانش زي ام كلثوم. فبناء عليه انا مش مع هذا السؤال، هختار ما بين شيرين وانغام. بس السؤال نفسه انا مش معاه. انا مع مثلا ممكن نقول مين هي ملكة الاحساس، همسة الاغنية، اميرة الرومانسية. كل دي القاب جميلة، لكن لما تدخل مصر دي بلد اصلها وبلد كبيرة. انا شايف ان القاعدة ما نقولش مين صوت مصر، دي تبقى القاعدة. طبعا لكل قاعدة استثناء، ممكن في وقت ما نستثني ام كلثوم مثلا تبقى هي صوت مصر، عشان هي استثناء، هي حققت معادله مستحيله يعني. كل قاعده استثناء انا مالي. لكن ده لا يعني ان لازم بالضروره كل عصر يكون له صوت مصر، مش شرط، لان القاعده مش كده. فلما نقول الناس دي مش صوت مصر، دي مش شتيمه، لان مش ده الطبيعي. زي واحد مثلا انت قلت له انت ما بتعرفش ترسم، هل دي اهانه؟ لا، ما هو مش الطبيعي انه يبقى بيعرف يرسم. الاستثناء انه يكون رسام شاطر، دي موهبه، انما اكيد مش كل الناس مطلوب منها ان هي تبقى بتعرف ترسم. فعشان كده السؤال صعب، ده سؤال تعجيزي. حضرتك مديني سؤال اجابته مش في الاختيارات اعمل ايه انا؟ ممكن يكون السؤال بتحب مين اكتر، سهل اهو بسيط. ليه ما بنسالوش كده؟ ليه بنساله مين صوت مصر؟ عشان نكبر ونفخم الموضوع، عشان الترند، عشان تبقى انت بتورط اللي بيختار، فهو يختار بالنيابه عن المصريين صوت مصر اللي هو هيختاره بناء على ذوقه برضه، مش على ذوق المصريين. ده في الغالب يعني. احنا عايزين عنوان، احنا عايزين ترند، احنا عايزين انتشار، بس على مين؟ ما يضحكش علينا بقى، احنا عارفين ان السؤال غرضه الترند، انما حقيقه السؤال بتحب مين اكتر. طيب جاوب على السؤال، ما تهربش منه. اهرب منه ايه؟ انا بقول لك السؤال سهل، ده سهل قوي نجاوب عليه. شيرين ولا انغام؟ كاغاني انا شايف الاثنين عندهم اغاني عظيمه، وكمان لسه المشوار ما شاء الله يعني مكمل. انا احب اغاني شيرين اكتر، بس احب جدا اغاني انغام. بس انا هختار شيرين كمان علشان الصوت عباره عن ايه؟ امكانيات صوتيه تغني حروف موسيقيه مظبوطه، احساس، خامه وكاريزمة الصوت، مخارج، حروف مظبوطة، قدرة على الارتجال، تزود عرب، تزود حليات، تقول يا ليل يا عين. كخامة صوت مع إمكانيات غنائية، نغني صح ومظبوط، مع إحساس. التلاتة دول عند شيرين الميكس ما بينهم بالنسبة لي حلو ومناسب، بحبه جدا. بس سهلة عشان السؤال سهل. إنما بقى لو مين هي صوت مصر، هتقعد بقى تفكر 1000 مرة قبل ما تقول شيرين، وأصل كان ليها مشكلة شخصيه قبل كده، فبالتالي اصل صوت اصلها قالت مره تصريح كذا، فازاي صوت مصر؟ هتخش في حوارات ملهاش دعوه بانت بتحب تسمع مين اكتر. ده رايي المتواضع، وشكرا.